السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده يا جماعة هنعمل مراجعة سريعة على الوحدة الأولى جبر ترم تاني للصف الثالث الإعدادي. فهنركز معاك كده في ملخص، هنقول معانا الأفكار اللي معانا إيه، وهنقسم الأفكار اللي هنشتغل بيها إزاي. في البداية الوحدة الأولى بتتكلم عن حل المعادلات، الوحدة الأولى جبر تالتة إعدادي. حل المعادلات، عندنا حل المعادلات هما 3 أنواع من المعادلات. حل معادلتين من الدرجة الأولى جبريا، حل معادلة واحدة من الدرجة الثانية اللي هو استخدام القانون العام، حاجة اسمها استخدام القانون العام. آخر حاجة معانا حل معادلة واحدة من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية. كلام جميل. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها مسائل لفظية، يليها في الآخر خالص بإذن الله تعالى هنتكلم عن اللي هو الرسم البياني، اللي هو الحل البياني. حل بياني لمعادلة الدرجة الأولى جبريا، وحل البياني اللي هو احنا خدناه رسم الدالة التربيعية في الترم الأول. ماشي، يبقى أنا كده نعتبر معانا بالظبط ادي 1 2 3 4 5، نقول 5 موضوعات او 5 اجزاء نتكلم فيهم. خلاص كده؟ يبقى اول حاجه نتكلم فيها اللي هو ايه؟ حل معادلتين من الدرجه الاولى جبريا. تعال نشوف مع بعض المعادلتين من الدرجه الاولى جبريا بيتحلوا ازاي. تعال نشوف مع بعض كده مسائل مع بعض بالراحه كده. طبعا دي معادله من الدرجه الاولى، س بتساوي 5 وس زائد ص بتساوي 7، دي معادله من الدرجه الاولى، فدي معادله درجه اولى ودي معادله درجه اولى، فانا هحل المعادلتين مع بعض. ففي البدايه معنى مجموعه حل المعادلات الاتيه، بيقول لك السؤال اصلا بيقول لك ايه؟ حل المعادلات الاتيه في ح في ح. ح في ح دي بالنسبه لك يعني الناتج بتاعك يكون عدد حقيقي بتاع السين، والناتج يكون عدد حقيقي بتاع مين؟ الصاد. فاهم حاجه؟ لا مش فاهم. ما انت معناها لما تجيب السين يطلع عدد حقيقي والصاد عدد حقيقي، فكلمه ح في ح معناها ان النواتج بتاعتك تكون اعداد حقيقيه للسين واعداد حقيقيه للصاد. تمام. فانت هنا الموضوع بسيط، انت عندك س ب5 فجايه جاهزه. خلاص انا عندي س اس بتساوي 5. الحمد لله خلصنا كده الجزء بتاع المعادله خلصان. طب وانت عندك هنا س زائد ص بتساوي 7، دي معادله رقم 2، فبتعمل ايه؟ بتعوض عن الس ب5 بكل بساطه. ماشي، فتبقى 5 زائد ص بتساوي 7، لان يا جماعه حل معادلتين في متغيرين من الدرجه الاولى، المعادلتين دول بيتحلوا بطريقتين، يا اما حاجه اسمها طريقه الحذف يا اما طريقه اسمها طريقه ايه؟ التعويض. فانا هنا استخدمت التعويض لان انا اصلا مش معايا س وصاد فبعوض على طول. فس ب5 عوضت عن س ب5، هودي ال5 بعكس الاشاره تبقى ص بتساوي 7 ناقص ال5، ص هتساوي 2 اهي. والس بكام يا استاذ؟ ب5. خلاص فاصبحت مجموعه الحل. بعمل م ح يعني مجموعه الحل. بعمل قوس مجموعه وزوج مرتب. ليه زوج مرتب؟ لان انت معاك س وصاد فتبقى 5 و2 اهي. طب ايه يا استاذ؟ انا مش عارف، انا ساعات بتلخبط في حكايه مجموعه الحل قوس مجموعه بس ولا قوس مجموعه زوج مرتب. ما انا هقول لك كل حاجه في وقتها. ده قوس مجموعه زوج مرتب لان انت معاك هنا س وصاد. طيب كتبت حاجه، انا كتبت مين الاول؟ كتبت الس الاول عشان معايا السين، بعد كده كتبت الصاد لان الزوج مرتب يترتب من مسقطين، مسقط اول س ومسقط ثاني صاد. اظن دي واضحه. طيب في هنا حته ممكن نقولها، نتكلم عن حاجه اسمها نقطه تقاطع المستقيمين. نقطة تقاطع المستقيمين يا شباب اللي هي س ب5 وصاد ب2، فبعمل لك زوج مرتب 5 و2. ايه ده؟ ما عملتهاش في قوس مجموعة ليه؟ لو قال لي مجموعة حل اعمل قوس مجموعة، لكن لو قال لك نقطة تقاطع احطها في زوج مرتب بس. يا رب تكون فاهم كلامي. بس انا كمان جاي بيقول لي س بتساوي 3 صاد، هنا بقى انت مخير، ممكن تودي ال3 صاد بعكس اشارة وتمسك المعادلة الأولى والمعادلة الثانية تحطهم تحت بعض وتحلهم بالحذف، او ممكن تعوض لان انت عندك س بتساوي 3 صاد، جاء صريحه كده ان هتعوض عن كل س بكام؟ ب3 صاد. وادي س زائد 2 صاد ب10 معادله الثانيه، فتروح معوض عن كل س ب3 صاد هنا، يبقى 3 صاد زائد 2 صاد بتساوي 10، جمع دول 5 صاد بتساوي 10. هقسم على 5 هتبقى صاد بتساوي 2، وبعدين هنعوض عن كل صاد ب2 في المعادله عشان اقدر اجيب السين، فتبقى س بتساوي، ركز يا حلاوه، هتبقى 3 في 2 بتساوي 6. يبقى اذا مجموعه الحل هتبقى قوس مجموعه
وزوج مرتب 6 و2. ادي مجموعه الحل. قال لك هات نقطه تقاطع، هتقول ايه؟ هتبقى نقطه تقاطع 6 و2 قوس مجموعه وزوج مرتب. ركز يا غالي. طيب الثانيه المعادله رقم 3 س زائد ص بيساوي 7. همسك المعادله الاولى س زائد ص ب7، وبعدين المعادله الثانيه س ناقص ص بتساوي 3. هحطهم تحت بعض، بس قبل ما احط المعادلات تحت بعض تتاكد ان الس والص في طرف والحد المطلق في طرف. فعلا الس والص في طرف والحد المطلق في طرف. فانا هبدا اقول له بالجمع، هجمع المعادلتين 1 س 1 س 2 س. الموجب ص والسالب ص بتساوي، هيروحوا مع بعض هيبقى 10. ايه ده مش فاهم انت حذفت ليه؟ ما انا هجمع المعادلتين. ما هو الموضوع كله انت بتحاول تخلي السين زي السين او الصاد زي الصاد. طب ماشي، ما هي السين زي السين والصاد زي الصاد، انت جمعت ليه؟ عشان اقدر احذف الصاد مع الصاد. طيب الموضوع كله بحاول احذف السين او احذف الصاد، فلو انت جمعت حذفت الصاد. خلاص كده؟ تمام. فهتبقى هنا 7 و3 10، هقسم على 2. لما اقسم على 2 2 س بتساوي 10، اقسم على 2 س بتساوي 5. جبنا قيمه س ب5 اهي. هتروح جاي معوض عن الس بقى ب5 فين؟ في المعادله الاولى او المعادله الثانيه عشان تقدر تجيب الصاد. هتبقى 5 زائد ص بتساوي 7. هودي ال7 بعكس الاشاره، هتبقى ص بتساوي 7 ناقص 5، ص بتساوي 2. جبنا قيمه ص وجبنا قيمه س. هرجع اقول له بقى مجموعه الحل قوس مجموعه وزوج مرتب 5 و2. طبعا 5 الاول عشان السين ثم بعد كده ايه؟ الصاد. واحده كمان عشان انت مش فاهم تفهم كويس. س زائد ص بتساوي 2 وس ناقص ص بتساوي 5. المعادلتين تحت بعض. هبص على المعادلات، انا لاحظت ان السين زي السين، لكن الصاد مش زي الصاد. فهعمل ايه؟ هحاول اخلي الصاد زي الصاد، او يا اما اشتغل على السين يعني يا اما اشتغل على الصاد. طيب يا استاذ اشتغل على السين ولا الصاد؟ بص يا عم انت براحتك. لو هتشتغل على السين خلاص هتروح قايل ايه؟ بالطرح، هتروح طرح المعادلتين من بعض عشان طاير السين مع السين. لو هتشتغل على الصاد هتعوز تضرب فوق 2 وتحت في 1 عشان تخلي الصاد زي الصاد. طب اعمل ايه يا استاذ؟ براحتك. خلاص بص انا هعتبر ان انا هشتغل على الصاد، فانا هضرب فوق 2 وتحت في 1 عشان اقدر اخلي الصاد زي الصاد. يبقى 2 س زائد 2 في ص ب 2 ص، 2 في 2 ب 4، 1 في س بس، 1 في سالب 2 ص بسالب 2 ص، 1 في 5 ب5. ماشي. ايه اللي حصل؟ خليت الصاد زي الصاد. عملت ايه؟ ضربت اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ماشي. طب انا جيت ضربت ما ضربتش فوق في سالب 2 ليه؟ انا بضرب في المعامل بتاع الصاد بعيدا عن السالب والموجب، ماليش دعوه بيهم. فتبقى 2 في س ب 2 س، 2 في ص ب 2 ص، 2 في 2 ب 4. تحت هضرب في واحد ملوش لازمه مش هغير حاجه في المعادله، فانا هبدا اقول له بجمع المعادلتين مع بعض 2 س 1 س 3 س. دول هتحذفوا مع بعض. الاربعه مع الخمسه اداك 9. هقسم على 3 يبقى اصبحت س بتساوي 9 على 3 فيها 3. جبنا قيمه س. هعمل ايه؟ هعوض في المعادله الاولى او الثانيه عشان اقدر اجيب قيمه الصاد بالتعويض في المعادله الاولى. يبقى اقول له 3 زائد 2 ص او زائد ص اسف بتساوي 2. هودي 3 بعكس اشاره، هتبقى ص بتساوي 2 ناقص 3، ص بتساوي سالب 1. جبنا قيمه س وص. اذا مجموعه الحل قوس مجموعه وزوج مرتب 3 وسالب 1. طبعا يا مستر يعني بعد ما بحل المعادله انا عايز اتاكد من الحل بتاعي. تعمل ايه؟ انت جبت هنا س ب5 وص ب2. عوض بيهم. 5 زائد 2 كام؟ قال لك 7. طب 5 ناقص 2 كام؟ 3. يبقى اذا يا جماعه انت بعد ما تجيب الحل بتعوض في المعادلتين هتلاقيهم حققوا المعادلتين مع بعض ان شاء الله. تعال نشوف مع بعض افكار جديده. يلا بينا. طيب تعال نشوف فكره ثانيه كده بالراحه ونركز. بيقول لي اذا كانت 2 ا زائد ب و3 بتساوي 18 والف ناقص ب، احسب قيمه ا وب. قبل ما اشرح الجزئيه ديت انت خدت في الترم الاول حاجه اسمها تساوي زوجين مرتبين. خدناها يا مستر، فاكرها يا ابني؟ هعمل ايه؟ قال لك س وصاد بيساوي الزوج المرتب ده. اعمل ايه؟ احنا خدنا لما يكون زوجين مرتبين بيساوي بعض ده معناه ان المسقط الاول بيساوي المسقط الاول والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. يعني ايه؟ يعني س هتساوي 3 والصاد بيساوي 4. فاهم حاجه؟ اول بيساوي اول، ثاني بيساوي ثاني بس. فانا هنا اعمل نفس الكلام، هساوي الزوج المرتب الاول بيساوي الزوج المرتب اللي هو يعني قصدي السين مسقط اول هنا هساوي مسقط اول هنا، يعني 2 ا زائد ب بتساوي 18
وايه تاني؟ والف ناقص ب بتساوي 3. تمام. وبعدين هبدا احل بقى المعادلتين. هل هنا الالف زي الالف؟ لا. طب هل الب زي الب؟ اه. طب دي موجب وسالب، هنحل ازاي؟ هنقول بالجمع. هحذف دول مع بعض يبقى 3 الف، جمع دول 21 اقسم على 3 بقت الف بتساوي 7. جبنا قيمه الف. وبعدين هعوض عن كل الف تقابلني ب7 يبقى اقول له 2 في 7 مكان الالف. بس بتعوض فوق ليه؟ ممكن اعوض في الاولى والثانيه براحتك، بس انا بحاول اهرب من المعادله اللي فيها سالب. يعني 2 في 7 ب 14 زائد ب بتساوي 18، يبقى 14 زائد ب بتساوي 18. هبعت دي بعكس اشاره، ب هتساوي 18 ناقص 14، فتبقى ب هتساوي كام يا شباب؟ هتساوي 4. فاحنا جبنا قيمه الف وب. واحد يقول لك نجيب مجموعه حل يا مستر، هو قال لك هات مجموعه حل ولا قال لك هات قيمه الف وب؟ لا، قال لي هات قيمه الف وب. خلاص يبقى قيمه الف 7 وب بكام؟ ب4. طيب تعال نشوف فكره ثانيه. احسب قيمه الف وب علما بان 1 وسالب 1 حلا للمعادلتين دول. انت عارف ان كلمه حل المعادله معناه ان يحقق المعادله؟ يعني ايه؟ كلمه بقول لك حل المعادله معناه ان الرقم اللي معاك، الحل اللي معاك ده يبقى تعوض بيه في المعادله اللي معاك. يعني انت عندك 1 وسالب 1 حل للمعادله دي، فهتعوض على س بواحد والصاد بسالب 1 في المعادله الاولانيه، وفي نفس الوقت الواحد وسالب 1 حل للمعادله دي، فالس بواحد والصاد بسالب 1 تعوض بيه في المعادله الثانيه. فانا هقول له بما ان الواحد والسالب 1 حلا للمعادله اللي هي المعطاه اللي هي بتقول اسمها ايه بقى؟ اسمها الف س زائد ب ص بتساوي 7، فانا هشيل السين واكتب مكانها 1 واشيل الصاد واكتب مكانها سالب 1 ونعوض بقى هنا. يبقى انا اقول له الف في 1 صح مكان السين زائد الب في السالب 1 بتساوي 7. يبقى هنا الف ناقص ب بتساوي 7. ادي معادله رقم 1. تمام. المعادله الثانيه هجيبها ازاي؟ همسك بقى اقول له بما ان الواحد والسالب 1 حلا للمعادله الثانيه. المعادله الثانيه اسمها ايه؟ اسمها ايه يا ابني؟ قال اسمها الف س يا مستر ناقص ب ص بتساوي 3. فهعوض برضو عن كل س بواحد وكل ص بسالب 1. اهي يا استاذ. هنعوض هنا عن كل س بواحد يبقى الف في 1 ناقص ب في سالب 1 مكان الصاد تساوي 3. يا مستر مش فاهم حاجه، عيد تاني. ماشي. 1 وسالب 1 حل المعادله الاولى، هقعد على س بواحد والصاد بسالب 1 في المعادله الاولى، هتبقى الف في الس بواحد زائد الب في الصاد بسالب 1 بتساوي 7. فالف واحد بالف، ب في سالب 1 بسالب ب بتساوي 7. هنا عندنا س بواحد صاد بسالب 1، هشيل كل س واكتب مكانها 1 وكل صاد بسالب 1، فتبقى الف واحد بالف سالب في سالب بموجب ب في 1 بب بتساوي 3. دي المعادله الثانيه اهي، سمي دي رقم 2. وبعدين همسك المعادله الاولى والمعادله الثانيه احطهم تحت بعض واحلهم بالحذف. يبقى اصبح الف ناقص ب ب7 والف زائد ب بتساوي 3. هعمل ايه يا استاذ؟ هقول بجمع المعادلتين، هطير ده مع ده، الف والف 2 الف 7 و3 10 هقسم على 2 تبقى الف ب5. جبنا قيمه الف ب5. وبعدين يتعوض في المعادله الاولى يتعوض في المعادله الثانيه عن كل الف ب5. تعال نعوض في المعادله الاولى يا استاذ ولا الثانيه؟ تعال نجرب في الاولى عشان فيها سالب، عشان اوريكم ازاي بنعوض فيها يعني. يبقى 5 ناقص ب بتساوي 7، هودي بعكس الاشاره، سالب ب بتساوي 7 ناقص 5 سالب ب بتساوي 2، هقسم على السالب 1 فتبقى ب بتساوي كام يا حبايبي؟ سالب 2. فالحمد لله جبنا قيمه الف وجبنا قيمه ب. معلش يا جماعه عشان انا مجهد لاني مخلص يومي وبسجل فيديوهات يا جماعه، فاسف لكم يعني. كده يعتبر جبنا اهم الافكار في حل معادلتين من الدرجه الاولى جبريه.